بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وجعل يتغشاه الكرب، يعني من شدة ما يصيبه جعل يغشى عليه من الكرب عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يشدد عليه الوعك والمرض، كان يوعك كما يوعك الرجلان من الناس. والحكمة في هذا لأجل أن ينال صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر، فإن الصبر منزلة عالية لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عز وجل، لأنه لا صبر إلا على مكروه، فإذا لم يصب الإنسان بشيء يكرهه فكيف يعرف صبره؟ ولهذا قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من الناس، فجعل يتغشاه الكرب، فتقول فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، تتوجع له من كربه، لأنها امرأة والمرأة لا تطيق الصبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى، كما كان صلى الله عليه وسلم وهو يغشاه الموت يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، وينظر إلى سقف البيت صلى الله عليه وسلم. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت رضي الله عنها تندبه، لكنه ندب خفيف لا يدل على التسخط من قضاء الله وقدره، فجعلت تقول: وأبتاه إلى جبريل ننعاه. ننعاه النعي والإخبار بموت الميت، وقالت: إننا ننعاه إلى جبريل، لأن جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي صباحا ومساء، فإذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم فقد نزول جبريل إلى الأرض بالوحي، لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إلى جبريل ننعاه. وأبتاه أجاب ربا دعاه عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، آجال الخلق بيده، تصريف الخلق بيده، كل شيء إلى الله، إلى الله المنتهى وإليه الرجع. فأجاب داعي الله، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إذا توفي كغيره من المؤمنين يصعد بروحه حتى توقف بين يدي الله عز وجل فوق السماء السابعة. فقالت: وأبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق منزلة في الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله لي الوسيلة فإنها أعلى درجة في الجنة ولا تكون إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مأواه جنة الفردوس، وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة، وسقفها الذي فوقها عرش الرب جل جلاله، فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منه. ثم لما حمل ودفن قالت رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، يعني من شدة وجدها عليه وحزنها ومعرفتها بأن
الصحابة رضي الله عنهم قد ملأ قلوبهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل طابت؟ والجواب نعم طابت، لأن هذا هو ما أراده الله عز وجل، وهو شرع الله. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفدى لكل الأرض لفداه الصحابة رضي الله عنهم، لكن الله تعالى هو الذي له الحكم وإليه المرجع. وكما قال الله تعالى في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر، وجميع الأمور البشرية تعتري النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفيه رد على هؤلاء القوم الذين يشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام، يستغيثون به وهو في قبره، بل إن بعضهم والعياذ بالله لا يسأل الله ويسأل الرسول، كأن الذي يجيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره؟ قال الله تعالى آمر النبي: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، بل هو عبد من عباد الله، ولهذا قال: إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وقال الله تعالى له أيضا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ، يعني هذه وظيفتي، إلا بلاغ من الله ورسالاته. ولما أنزل الله تعالى قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قرابته عليه الصلاة والسلام وجعل ينادي إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، إلى هذا الحد. ابنته التي هي بضعة منه والتي يريبه ما رابها يقول لها: لا أغني عنك من الله شيئا، فهو دليل على أن من سواها من باب أولى. ففيه ضلال هؤلاء القوم الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام، تجدهم في المسجد النبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر ويصمدون أمام القبر كما يصمدون أمام الله في الصلاة أو أشد. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالندب اليسير إذا لم يكن مؤذنا بالتسخط على الله عز وجل، لأن فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل. وفيه دليل على أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنها بقيت بعد موته، ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة، كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. بقيت فاطمة ولكن ليس لها ميراث، لا هي ولا زوجاته ولا عمه العباس ولا أحد من عصبته، لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنهم لو ورثوا لقال من يقول إن هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبوا ملكا يورث من بعدهم، ولكن الله عز وجل منع ذلك، فالأنبياء لا يورثون، بل
ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له.